صباح الخير. تاني فلوج النهاردة، وزي ما احنا واخدين بالنا النهاردة طبعا الجو يعتبر حلو. طبعا الناس هتستغرب ازاي حلو يعني بالشكل دوت. النهاردة يعتبر حلو النهاردة، يعني اذا كان -6 او -5 فده في المعقول. في المدينة هنا الدرجة ساعات بتوصل -37. فيعني النهاردة ممكن واحد يعني يمشي من غير جوانتي او يمشي من غير طاقية، انما في الايام التانية اللي هي بتوصل -30 او -37 بيبقى صعب. فالحمد لله. من الحاجات المهمة اللي لازم الواحد ياخد باله منها انه ما يتزحلقش، لان طبعا التلج لما يعني غالبا انت لما بتمشي عليه لو انت مش لابس جزمة مناسبة هتتزحلق بسهولة. فيعني مهم تاخد بالك. من الحاجات اللي انا دايما يعني يعني مهمل فيها شوية هي موضوع الطاقية ديت. ما بحبش الطاقية الفكرة انها بتخلي شعري منكوش. فالناس يعني انما هنا الروس ما يعني ما بيتهاونوش في الحاجات ديت. لازم طاقية، لازم يلبس كويس، لازم جوانتي، لانه هو فاهم بلده كويس وعارف ده ممكن يأثر على ايه يعني صحته. عايزكم تركزوا في اسم المكان دوت، لاف فلافل. هحكي لكم عنه قصته دلوقتي وبالتفصيل. ايه بقى قصة المكان دوت؟ باختصار المكان دوت كان بتاعي في يوم من الايام في شهر سبتمبر 2015. حبيت افتح مشروع هنا في بيرن. ف اخترت هنا المكان دوت بحيث ان انا يعني ابدأ حاجة هنا في المدينة. وهو كان عبارة عن مطعم بيعمل يعني فلافل او طعمية مصرية بطريقة يعني تمشي مع الروس، تمشي مع الذوق الروسي. اللي حصل بقى ان المكان دوت دلوقتي مش بتاعي. ليه مش بتاعي؟ هنكمل قدام شوية لما نقعد احكي لكم الحكاية كاملة. هي الفكرة بان انا بعد ما جيت البلد ديت بسنة، بعد ما قعدت فيها سنة بدأت افكر ان انا حابب اعمل مشروع هنا. فكانت يعني اكتر فكرة تيجي على ذهن اي مصري او اي عربي مغترب ان هو يفتح مطعم، لان المطعم هو دايما هي الفكرة اللي دايما ممكن اي حد اجنبي يبدأها في بلد مش بلده. ففتحت الفلافل ديت بأقل الامكانيات. يعني انا فاكر ان احنا دوب بس اجرت المكان وجبت معدات بسيطة ان انا ابدأ اشتغل، وبدأت اشتغل. وبعد 10 ايام من الشغل جه حد روسي وقال لي يعني جربوا الفلافل. جه كام واحد روسي كده يعني 2 أو 3 اصحاب مع بعض جربوا الفلافل وعجبتهم وقالوا لي طب ما ندخل معاك شركاء. ففكرت شوية واتكلمنا يعني على مدى اسبوع او 2 قعدنا نتكلم طب نعملها ازاي والتفاصيل، ووافقنا وبدأنا الشغل. هم بدأوا يوضبوا في المكان لان المكان ما كانش متوضب قوي، فبدأ يوضبوا في المكان وبدأنا شغل. المهم ان بعد اشتغلنا كان كل حد بيأدي الدور اللي عليه، كان كل واحد عنده شغل الخاص والبيزنس الخاص بتاعه غير المطعم دوت. بعد فترة كل واحد فيهم انشغل في شغله الخاص ومبقاش حد فيهم يقدم اي مجهود في المطعم. وكان كنت انا لوحدي شغال هناك، وكان الحمل زيادة. يعني اما تتصور اما انت تكون اجنبي و يعني شايل مسؤولية مطعم وانت لوحدك من غير مساعدة الناس اللي معاك، من ناحية الاعلانات، من ناحية حتى الاشياء اللي بنحتاجها جوه المكان، الخامات، الحاجات دي كلها. فالفكرة ان انا لما قلت لهم كده ان انتوا يا اما تقدموا وتبذلوا مجهود معايا في المشروع، يا اما انا اشتري نصيبكم. ما عجبهمش الكلام،
بدأوا بقى ان هم يتجاهلوا المشروع خالص، وبدل ما انا كنت بشوفهم مرة او مرتين في الاسبوع، ما بقاش حد فيهم خالص يجي، وما بيردوش على التليفون، و يعني وكأنهم بيقولوا لي شيل بقى لوحدك، ولو مش عاجبك مثلا اخرج بقى. فشهر واتنين وتلاتة انا حاولت ان انا بقدر الامكان ان انا احافظ على المشروع، وان انا ما اقفش. فاللي حصل بقى ان انا بعد شوية من الشغل لقيتهم يعني منزلين اعلان، زي مثلا زي اوليكس كده عندنا في مصر، منزلين اعلان ان هم مثلا بيبيعوا المشروع دوت، بيبيعوا المشروع اللي هو لاف فلافل اللي هو عنوانه كذا، حاطين اعلان بيبيعه. فالراجل اللي احنا مأجرين منه بعت لي رسالة، قال لي الناس بيبيعوا المشروع. طبعا الموضوع كان طويل، انا بس عشان الخص لكم الموضوع، في النهاية باعوا المشروع، باعوه واخدوا يعني نصيبي منه. انا كنت اتفاقي معاهم ان انا نصيبي 50%، لان انا بدأت المشروع وهم باعوه. وخطأ انا ان انا كنت الورق يعني كنت مخليه باسمهم، لان انا يعني دي غلطة كبيرة انا فاهم. الفكرة ان انا عايز اقولها بان الحياة مش دايما بتبقى وردي. حتة ان انت حابب تعمل حاجة وحابب تبدأ مشروع وتبدأ حياتك، ده ممتاز، ولكن دايما انت لازم تاخد بالك بان الارض والناس فيها جزء شر. واعتقد كل حد، يمكن كل واحد فينا فيه جزء شر وجزء خير. فانت تعرف ازاي انك تتعامل لو وقعت تحت اي موقف. من الايجابيات اللي كسبتها من الموقف دوت، اول حاجه ان انا ما بقتش ازعل على حاجه. فلو خسرت اي حاجه عمري ما هبدا ازعل عليها الا الحاجات اللي فعلا ممكن يتزعل عليها، زي انك تفقد حد لا قدر الله، او انك تفارق صديق، او الامور ديت هي دي بس اللي ممكن تزعل. انما اذا فقدت اي مال او فقدت اي شيء مادي، بتحس انها يعني خلاص، يعني دي حاجات يعني عادي تعودنا على ان انت تخسرها، ومش هتأثر كتير بإذن الله. الحاجة التانية اللي انا استفدتها اول موقف ده هي تحديد اولوياتي، لان الموقف ده اداني فرصة ان انا افكر انا هعمل ايه. اداني فرصة طويلة ان انا افكر هعمل ايه. دايما الانسان لما بيخسر شغل او بيخسر مشروع او حاجة، فهو بيتفرغ، مبيبقاش عنده حاجة شغلاه. فخدت فترة كده ان انا قعدت ارتب افكاري، وانا عايز اعمل ايه، وهل انا كنت فيه ده اساسا ده اللي انا كنت عايزه، ولا انا كنت يعني ده اللي انا كنت بسعى ليه. فالفترة دي خلتني ان انا افكر كويس انا هبدأ اعمل ايه، وارتب الاوراق بتاعتي. بس كده هي دي القصة. والصراحة انا ما كنتش حابب اتكلم فيها تاني، ولكن انا قلت ان هي دي المرة الاخيرة هعمل فيها الفلوج دوت واتكلم فيها في الموضوع ده،
ومش هتكلم فيه تاني لانه خلاص هو امر عدى، وان شاء الله بقى نكمل احنا في اللي جاي، وباذن الله ربنا يعني يفاجئنا ب يعني حاجات احلى وافضل من اللي كانت، ويعني ده ظننا في ربنا على طول يعني. وهنا يعتبر الشغل بتاعي مكان غريب شوية. المكان ده اصلا المفروض ان هو جرش، المكان ده المفروض ان هو جرش، ولكن لما هندخل كده شوية هتلاحظ ورا العربية ديت في زي البوابة ديت، هو ده الشغل بتاعي. بس انا مش هعرف ادخل جوه عشان الشغل بتاعي ده كافيه. انا هنا زي يعني ده انا هنا شريك مع ناس يعني اصحابنا، فانا مش هدخل اصور دلوقتي لان في زي حفلة جوه، فانا مش هقدر ادخل عشان الناس عشان بس ايه الناس تبقى براحتها جوه. ده شغل ان شاء الله هيبقى في يوم ان انا باذن الله يبقى في يوم ان انا يعني اوريكم بقى التفاصيل جوه، واوريكم الدنيا وازاي فتحته، والمراحل اللي كانت قبلها كانت ايه يعني. يا صبح يسعد صباحك، يجعل نهارك